بالنسبه لكابتن كريم فؤاد، الراجل ده انا مش بلوم عليه خالص، الراجل ده كتر خيره وراجع من اصابه وبيلعب في مركز مش بتاعه، مش على عدلته وكل الكلام ده. بس ليه؟ لو احنا بنتكلم عن ان كابتن كريم فؤاد كان هو الباك ليفت التاني، فدي بصراحه غلطه انا شايفها تحسب شويه على الاداره الفنيه للاهلي. ليه؟ يا جماعه كريم فؤاد الراجل ده لعب في المكان ده بشكل طارئ شويه لما كابتن علي معلول اتصاب، هل ده معناه ان الراجل ده يكمل؟ لا. طب هل احنا كنا المفروض نبتدي بلعيب اشول؟ بس مش اي لعيب اشول. يعني ايه؟ يعني برضه ما غلطش نفس الغلطه واجيب لعيب لاعب في المركز دوت بشكل يعني اضطراري زي كابتن احمد نبيل كوكا لغرض بس ان هو اشول. اللي حصل ايه؟ اللي حصل ان كريم فؤاد لما لعب باك ليفت بقى شويه كل كره تجيله هو بيحاول يا اما يخلص منها برجله الشمال عشان يثبت اللي هو لا انا اقدر اسرع الهجمه او امشي الهجمه برجلي الشمال، فما بتطلعش مظبوطه قوي، او بيعدل على يمينه وده بياخد حتى لو جزء من الثانيه، بيكون لعيب انبي خلاص هو توقع هو هيعمل ايه وعدل جسمه وقابل الكوره فبرضه ما راحتش مظبوطه. فاحنا ليه اساسا لعبنا بكريم فؤاد كباك ليفت من البدايه؟ انت ولا فرقت هجوميا قوي ولا دفاعيا في المركز ده. لو انت بتتكلم ان الموضوع حصل برضه بشكل طارئ بعد اصابه يوسف بالعمري وان توفيق محمد اللي لسه جاي من بتروجيت هو الراجل لسه ما لحقش يتدرب والكلام ده كله مع الفريق، فانت برضه كنت مقعد كريم الدبيس على الدكه. ولو خدنا بالنا كريم الدبيس لما نزل الراجل ده عمل اوفرات بصراحه ممتازه وابتدى يبان ان هو ما شاء الله عليه ابتدى ينضج واحده واحده، وهينافس توفيق محمد بشكل كبير قوي على مركز الباك ليفت الاساسي. ولو ركزنا في لقطه الجون الثالث للنادي الاهلي، هو على الرغم ان الجون ده جه من العمق فاحنا شفنا ان كريم الدبيس هو عمل ثرو اخترق خط وسط انبي، الكره وصلت لبن جديده وهو لعبها بلمسه عبقريه واحده لمحمد مجدي قفشه وقفشه خلص.